الرياضة عامة نعم. وعائلة شبيبة القبائل خاصة على هذا المكسب الكبير، وهو مركب حسين أيت أحمد. هو إضافة نعم. لكرة القدم الجزائرية. أنت تكلمت قلت باللي هذا المركب سوف يكون لشبيبة القبائل، لكن ماشي كما المولودية عندهم في الدوكري بريزيدونسيال عندهم التسيير. حنا سي اون ميز ا ديسبوزيسيون دو ستاد. داكور. لو ستاد فا اتر جيري بار لا دي جي اس دو تيزي وزو. لا دي جي اس. دونك هذه اليامات الشباب والرياضة سوف تكون اون باساسيون دو كونسين entre le ministère de l'habitat et le ministère de la jeunesse et des sports. ما وزير السكن سوف يعطي رسميا يعني الملعب الى مديريه الشباب والرياضه تاع لولايه تيزي وزو لتكون هي المسير قانونيا لهذا الملعب. دونك انا نتمنى هذا الملعب. انا نقول بالك جو في اتر ان بو شوفان، نقول بليك احسن ملعب في افريقيا. احسن ملعب في افريقيا حاليا. هكذا ان شاء الله يكون فيه الخير لشبيبة القبائل، وخاصة حتى الفريق الوطني. واش ينقص ولاية تيزي وزو الآن باش يعني نكون نسعاو يعني دي كومبيتيسيون كونتينونتال انترناسيونال. يخصنا برك فندق 5 نجوم باش يعني كي نحتضنوا احنا تظاهرة كبيرة يعني نكونوا قانونيا نستوفيو الشروط.